السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. راجعلكم النهارده فيديو جديد كده في الوان زي ما انتم شايفين، الوان جميله، فلفل الوان، فلفل حار، فلفل رومي، البصل بتاعنا الجميل اللي انتم شايفينه ان انا مقطعاه بالطريقه دي كده، ومعايا هنا بطاطس مقطعاها شرايح زي ما انتم شايفين كده، وهحمرها في الزيت نص التحميره بس. وهقول لكم هنعمل ايه النهارده مع بعض، هنشوف هنعمل ايه مع بعض. زيت على النار زي ما انتم شايفين كده، هنزل فيه البطاطس بالطريقه دي نص تحميره بس، وهنزلها. بصوا يا حبايبي، انا حطيت هنا حته سمنه، وهنزل فيها بقى اللحمه زي ما انتم شايفين كده اهو، كده حته سمنه بلدي كده، وهنزل فيها اللحمه بالطريقه دي اهي. بصوا حطيتها كده، وهفضل اقلب بقى من ناحيه كده على الوشين زي ما انتم شايفين اهو كده لغايه لما تاخد لون. وانا بقى مسخنه ميه على النار، وهطلع من هنا احطها ايه عشان نعمل ايه شوربه. يبقى هي دي سليق اللحمه كلنا عارفين بنحط فيها ايه، ورق لورو، بصلايه، حبهان، بصلايه قلت او جزرايه لو عايزين نص جزرايه كده نحطها عشان نعمل شوربه تبقى طعمها حلو، وفلفل اسود زي ما انتم شايفينها كده اهو. بصوا يا حبايبي، بعد ما شلت اللحمه بقى هنزل بالبصل كده مكان الايه، مكان ما كنت بشوح اللحمه، هنزل بالبصل ونديله تقليبتين كده لغايه لما لونه يغير اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. شايفين لونه بيبقى جميل، بصوا لونه عامل ازاي. مش هطول عليه، وهروح نازله برده ببقيه المكونات اللي عندي، هسيبه بس شويه صغيره كده حبايبي كده. هنزل بقى كل المكونات اللي عندي دي كده زي ما انتم شايفينها اهو اهو، نقلب مع بعض الحاجات الجميله دي. بصوا شايفين الجمال والمنظر، واللحمه عندي خدت لون وبتستلق دلوقتي اهو. والبطاطس اهي اللي انا قلت لكم هديها لون نص تحميره في الزيت اهي زي ما شايفين كده. انا رصيتها في الصينيه، انا ما عنديش طاجن كبير والكميه عندي كبيره، فانا عملتها في صينيه. بصوا اللحمه عندي انا هنا كده بتستوي، وعندي هنا طماطمين بصوا اهو، ضربتهم في الكبه كده واحطهم بس لما اللحمه تستوي. بصوا يا حبايبي كده اللحمه استوت خلاص اهي، بطلعها من الشوربه زي ما انتم شايفين بالمنظر ده، ونطلع بقى بالكبشه عشان ايه ما اختصش اهي استوت بقت جميله جميله. خلاص اهي. بص ابتدي بقى انزل عليها المكونات كلها اللي احنا عملناها اهي اهي. بصوا المنظر، بصوا جميله ازاي. بصوا عندنا هنا بقى الشوربه، هنزل بكبشتين كده حلوين عشان هنولع عليها تاني على النار، او عايزين بقى تدخلوها الفرن على طول دخلوا، عشان ايه اللحمه تشرب من ايه المكونات بتاعتنا دي كلها. كده خلاص يا حبايبي بقى، قلنا اللي عايز ياكلها على الوضع ده ياكلها، اللي عايز يدخلها الفرن يدخلها، مفيش اي مشكله. هي استوت وكل حاجه فيها مستويه، بس انا هديها قلت زي ما قلت لكم غلوتين على النار كده باللحمه بالمكونات دي كلها. لان حدقتها بقى ازاي
حققتها يعني ازاي. حطيت ملح وفلفل اسود بس، انا ما حطيتش اكتر من كده لان الشوربه كان فيها كل حاجه زي ما قلت لكم، الفلفل الاسود والحبهان وورق اللورا وكل حاجه، فمش محتاجه اكتر من كده. يلا اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.